حاول ما تاخدش الأمور من بره وما تبصش على كل حاجة حواليك بالغلاف اللي انت شايفه، لأن ما خفي كان أعظم. اسمي حسام وعندي 29 سنة، بشتغل أمن في صيدلية مكانها في القاهرة، ولأن المرتب قليل ومش مكفيني فقررت إني أشوف مكان أفضل. بدأت أقدم في شركات كتير، ولكن للأسف من غير فايدة. في اللي كان بيقولك يا عم انت سنك كبير، وفي اللي يقولك عايزين شهادات وكورسات. الدنيا اسودت في وشي وبدأت أحس باليأس. في مرة وأنا راجع من شغلي قابلت واحد صاحبي ما كنتش شفته من زمان، ووقفنا ندردش سوا، وحكيت له عن مأساتي في البحث عن الوظيفة. فلقيته بيقول لي إن في شركة طالبة أفراد أمن وبدون شروط، والشركة دي موجودة في الجيزة، وادالي رقمه. سلمت عليه ومشيت، وأول ما دخلت البيت اتصلت بيهم، فردت عليا واحدة صوتها كده زي أصوات السكرتيرات اللي بنشوفهم في المسلسلات. سألتها عن الوظيفة، فردت وقالت لي إن الوظيفة لسه موجودة، موعد المقابلة الساعة 10 صباحا طول الأسبوع ما عدا الجمعة. حسيت بفرحة غير عادية مع إني لسه ما اتقبلتش في الشغلانة. ولكن أنت لما بتوصل لمرحلة إنك تكون زهقت ومليت من وظيفتك اللي أنت فيها، خلاص بتبقى عايز أي بديل حتى لو البديل ده أقل منها. ورحت في النوم وأنا مسيطر عليها حالة سعادة غير عادية. صحيت الساعة 8 الصبح وبدأت أجهز للمقابلة بتاع الشغل الجديد. نسيت أقول لكم إني عايش مع أخويا الصغير خالد، أنا وهو لوحدينا لأن والدي ووالدتي متوفيين. المهم لبست أشيك بدلة عندي وظبطت نفسي ونزلت بسرعة. وصلت الشركة اللي كانت في موقع فخم جدا، والعمارة في مكان راقي. دخلت المكان، لقيت مكتب الاستقبال في المدخل، وفي بنت شكلها كده هي السكرتيرة. بصراحة حسيت بشوية قلق وإحباط، لأن واضح كده إن المكان إنها شركة قوية وأكيد هيكونوا طالبين ناس بنفس المستوى بتاعهم، ولكن قلت يمكن المرة دي تصيب. المهم دخلت غرفة المقابلات، لقيت شاب في حدود 35 سنة قاعد على المكتب. واضح كده إن هو ده اللي هيعمل معايا المقابلة. بدأ يتعرف عليا ويسألني على خبرتي والأماكن اللي اشتغلت فيها قبل كده، وبعدين بدأ يشرح طبيعة الشغل عندهم. كان واضح إن المكان الشغل مش هيكون في المكتب الفخم ده، وكمل كلامه بإن المكان بتاع الشركة اللي هكون فيها موجود على طريق جانبي من طريق القاهرة الفيوم الرئيسي، وسهل الوصول بأي وسيلة مواصلات عادية. بدأت أحس بالقلق، وقلت في عقلي لازم أعرف نهاية المطاف هتكون فين. سألته بدون تردد ممكن أعرف المرتب كام؟ فلقيته بيقول لي إن المرتب هيكون 10,000 جنيه. هنا حصل لي حالة ذهول، بس ما حبيتش أبين له عشان ما يستقلش بيا، بس ما قدرتش أكتم دهشتي أو استغرابي من الرقم. ولقيت نفسي بقول له هو أنا هعمل إيه بالظبط؟ فرد عليا هتكون فرد أمن في واحد من منافذ توزيع الأدوية اللي تبع الشركة. فقلت له طيب تمام، هو الشغل كام ساعة؟ فرد وقال لي 8 ساعات. قلت في بالي طب إيه الغموض ده؟ وإيه البصات الغريبة اللي عمال يبصها دي؟ كمان رقم الراتب العجيب ده، أنا باخد راتب 1800 جنيه من الصيدلية والشغل 14 ساعة بدون راحة، مش تقول لي 8 ساعات؟ أكيد في حاجة غلط. لقيته قطع تفكيري وقال لي هتروح النهاردة وتجيلنا بكرة الساعة 7 بالليل في المكان اللي هبعت لك تفاصيله دلوقتي، عشان انت دوامك هيكون بالليل. ولقيته بيقول لي جيب كل أوراقك معاك. وانتهت المقابلة ومشيت وأنا محتار وبسأل نفسي يا ترى الشغلانة اللي هتديني المرتب ده هيكون مقابله إيه؟ روحت على البيت وقابلت خالد أخويا وحكيت له، وكان رده إني أخوض التجربة ولو في حاجة ما عجبتنيش أسيبها. بصراحة اقتنعت بكلامه، وكمان لأن المبلغ ده هيحل مشاكل كتير أوي في حياتنا. بدأت أجهز نفسي الساعة 5 مساء عشان أكون في المكان الساعة 7. وصلت طريق الفيوم الساعة 6 مساء، وبدأت أسأل عن المكان اللي فيه المنفذ. كنت كل ما أسأل حد يرد عليا باستغراب وكأني بسأل على حاجة غريبة، لحد ما أخيرا لقيت حد وصف لي الطريق، بس نصحني إني أركب أي مواصلة لأن الطريق مش هينفع أمشي فيه على رجلي. لقيت توك توك صغير واقف على جنب الطريق، فطلبت منه يوصلني. وافق، بس قال لي هاخد منك 20 جنيه. واستغربت جدا، لقيته بيقول لي هو ده تمام المشوار يا باشا. وبدأنا نتحرك من طريق الفيوم، وبعد تقريبا 10 دقايق من المشي في طريق كله مطبات، لقيته دخل في طريق جانبي غير ممهد تماما. ما كانش فيه أي حد في الطريق ده، وكمان ما كانش فيه نور لأننا بالليل. فمش عايز أقول لكم الوضع كان عامل إزاي. فضل ماشي لحد ما بدأ يظهر على جنب الطريق مقابر موجودة على مساحات كبيرة جدا. بصراحة قلبي اتقبض، وبدأت أحس إني غلطت، بس شكل الطريق والجو العام يخليني مش قادر أتكلم. بعد ما عدينا المقابر ظهر مبنى من بعيد وعليه لوجو الشركة، بس مفيش حواليه أي حاجة. ولقيت السواق بيشاور لي إن هو ده المكان.
بس مش هينفع يدخل أكتر من كده. فسألته هو مفيش حد ساكن هنا؟ لقيته بيهز راسه وبيقول لي بلهجة حادة: أنا مهمتي انتهت لحد هنا يا باشا، اديني يابا ال20 جنيه وتوكل على الله ربنا معاك. طبعا كلمته خلت قلبي يدق بقوة، وحسيت برعب عمري ما حسيته في حياتي. نزلت من التوك توك وقربت ناحية المكان اللي كان شكله متهالك جدا وملوش علاقة بالمكتب اللي عملت فيه المقابلة. المكان كان عبارة عن دورين، الدور اللي فوق تقريبا عبارة عن أوضة صغيرة. لقيت راجلين خارجين من جوه، فيهم واحد أول ما شافني ابتسم ابتسامة خبيثة، ولقيته بيقول لي: أنت حسام الموظف الجديد؟ فقلت له: أيوه. حضرتك مين؟ قال لي: أنا حازم مشرف الأمن، وده زين الدين الغفير بتاع المكان. أنت وزين الدين هتبدلوا مع بعض الحراسة، بس في الأول أنت هتمسك بالليل لحد ما تتعود على المكان، وبعد كده نظبط التبديل. زين الدين كان شخص سنه تقريبا 45 سنة أو أكتر، بس كان شكله مش طبيعي، ولبسه مبهدل وطالع منه ريحة وحشة جدا. المهم دخلنا جوه المصنع اللي كان فيه ريحة لا تطاق، اللي هي عاملة كده زي ريحة الأدوية والمطهرات. فسألته هو الريحة دي بتاعت أدوية ولا إيه؟ فراح قايل لي: المنفذ هنا متخصص في المنتجات الطبية الخاصة بتغسيل ودفن الموتى. وصلنا للدور اللي فوق، كان عبارة عن أوضة واحدة بس وفيها لمبة صغيرة جدا يا دوب تشوف منها، وقال لي: هي دي الغرفة بتاعت الأمن، وده مكانك اللي انت هتكون فيه، وعندك دولاب بمفتاح وفي تلاجة جواها أكل وشرب وكل حاجة. وشاور لي على كنبة وقال لي: دي كنبة لو حبيت تريح شوية، ولو إني منصحكش فترة بالليل دي إنك تريح لأنك مش هتعرف. فسألته: ليه يعني؟ قال لي: يعني المكان زي ما انت شايف كده مش مريح نفسيا، ومفيش أي حد حواليك، فطبيعي ممكن تحس إن في حاجات غريبة بتحصل، ولكن كلها تكون تهيؤات. وهو بيتكلم خدت بالي إن زين الدين ده ما نطقش كلمة ولا حتى سلم عليا، وكمان شكله غريب قوي. المهم لقيته بيقول لي: هنسيبك بقى يا وحش ونشوفك بكرة الساعة 5 لأن ده ميعاد تسليم الوردية. فاستغربت جدا، من 8 ل 4 ده ميعاد تسليم الوردية. فقلت له: مش المفروض تسليم الوردية يكون الساعة 4 يا فندم؟ لأن كده يبقى 9 ساعات. فقال لي: لا، الوردية هنا بتبدأ الساعة 8، بس احنا جبناك بدري النهاردة على أساس إن ده أول يوم ليك. فقلت له: تمام يا فندم، وإن شاء الله هكون عند حسن الظن. ومشي بالعربية، وبدأت أغرب ليلة شفتها في حياتي. بدأت أتجول في المكان اللي كان مليان فيران بطريقة غير عادية، بس كنت جايب معايا كتاب أتسلى فيه وأنا قاعد عشان مزهقش. رحت طالع الأوضة اللي فوق وقعدت جنب اللمبة عشان أعرف أقرأ. أثناء القراية حسيت بخطوات على السلم، خطوات تسمعها وبعدين تسكت شوية وترجع تاني، وكان الصوت بيقرب أكتر كل شوية. قمت من مكاني بالراحة وقعدت أقول مين، ولكن ما كانش فيه رد. قربت من باب الأوضة وحاولت أبص تحت، لقيت الدنيا ضلمة كحل، ولكن الخطوات صوتها اختفى. كان المفروض يكون معايا كشاف أو أي حاجة تنور العتمة دي. ورجعت تاني جنب اللمبة وقعدت أكمل قراية. بعد شوية حسيت إني عايز أروح الحمام، فقعدت أدور في الأوضة، لقيتها مفيهاش حمام، وواضح إن الحمام موجود تحت بس أنا ما شفتوش وأنا طالع. المشكلة إن تحت مفيش نور نهائي، يعني لو نزلت همشي في العمى ده. بصيت على اللمبة اللي في الأوضة، لقيت سلكها طويل ولكن ملفوف حوالين السقف بطريقة مضيعة الطول بتاع السلك. فقمت فاكك اللمبة وقعدت أفرد السلك لحد ما بقت اللمبة ممكن إن أنا أطلع بيها بره الأوضة. طلعت اللمبة بره، لقيتها عملت نور بسيط بس ممكن إن أنا أمشي عليه لحد ما ألاقي الحمام. ونزلت على السلم بالراحة، وكنت حاسس بحركة الفيران تحت رجلي، وصوتهم كمان كان واضح قوي. وصلت الحمام اللي كان من غير باب، وكان يدوب النور داخل جواه. دخلت الحمام، لقيت فار كبير جدا حجمه غير عادي، بس كان طالع منه صوت غريب قوي وكأنه بيحذرني من الدخول. حاولت أزقه برجلي وأدخل الحمام، لقيته بيكشر عن أنيابه وأسنانه شكلها مرعب جدا، وقعد يقرب بخطوات بطيئة، ولما قرب مني لقيت عينه مليانة دم. فرجعت ببطء عشان أحاول أطلع فوق، لكن وأنا برجع بظهري حسيت إني خبطت في حد. ولما لفيت عشان أشوف مين وكان خلاص هيغمى عليا من الخوف والرعب، لقيتها شماعة متعلق عليها هدوم عمال. فقلت أكيد اللي بيحصل ده كله بيتهيألي ومفيش حاجة. بس لقيت الفار خرج من الحمام، وقف على الباب وقعد يبص لفوق وتحت، فجأة طلع يجري كأنه شاف حاجة مرعبة. بصراحة خدت بعضي وطلعت أجري على الأوضة، ولما دخلت الأوضة
لقيت فار تاني واقف على الحيطة وبيحاول يقرض سلك الكهرباء بتاع اللمبة. رحت ماسك عمود حديد وجريت على الفار وضربته بالعمود، وفي ثواني نزل جثة على الأرض. بس للأسف السلك خرب تماما، ولو حاولت أصلحه ممكن يتقطع وأقعد في الضلمة. المهم أخدت اللمبة وقعدت أحاول أقربها من الكرسي، والحمد لله عرفت إن أنقلها، بس أعصابي باظت تماما. وكمان موضوع الحمام ده خلاني متوتر جدا ومش عارف أفكر. طلعت من الأوضة، لقيت في ضوء بسيط من القمر جاي. كان في شباك كده موجود دخل منه الضوء، ممكن أعمل محاولة وأنزل الحمام. فنزلت بالراحة، ما كانش فيه أي صوت، ووصلت عند الحمام والحمد لله ما كانش فيه أي حاجة. وبعد كده طلعت على الأوضة تاني. الساعة كانت 2 بالليل، كان صوت الهوا عالي جدا ومرعب. قعدت على السرير وسندت ظهري وغمضت عيني. شوية كده لقيت ايد بني آدم بتمسح على راسي، فقمت مفزوع وقعدت أبص حواليا، ولكن ما لقيتش حد. خرجت بره الأوضة ومفيش حد برضه، بس حسيت بالإيد دي كأنها حقيقية جدا، وللأسف معرفتش أنام من ساعتها. وقلت هانت بقى كلها كام ساعة ونخلص. بس بصراحة قعدت أعيد تفكير في موضوع الشغلانة دي. إذا كان من أول ليلة وحصل كده، أمال بكرة وبعده وبعده الوضع هيكون إيه؟ حاولت أنسى وقعدت أقرأ شوية، وفجأة اللمبة فصلت تماما والمكان بقى عتمة وضلمة جدا، وحسيت إني مش قادر أقوم من كتر الخوف. ولقيت صوت الخطوات رجع تاني، بس كان أسرع، وكان معاه صوت نفس بني آدم بس مرعب جدا. حسيت بحالة من الرعب لدرجة إني مش قادر أتنفس ولا أتحرك. وكمان لقيت خيال داخل عليا الأوضة، وظهر بسبب ضوء القمر اللي كان داخل من الشباك. كل ده وصوت النفس عمال يعلى ويقرب مني، لحد ما بدأت تظهر ملامحه بالرغم من الضلمة. وكانت الصدمة، لقيت اللي اسمه زين الدين ده واقف قدامي وعمال يضحك ضحكة جنونية وعينه بتلمع في الضلمة. حاولت أهرب، لقيت إيد من ورايا مسكتني وعصرت رقبتي لحد ما صوتي اتكتم تماما وغبت عن الوعي. صحيت على صوت حد بينده عليا، فقمت بسرعة وأنا مفزوع، وكان النهار بدأ يطلع. لقيت حازم مشرف الأمن واقف تحت وعمال ينده عليا. قمت بسرعة عشان أنزل، وكان في مراية صغيرة في الأوضة، فبصيت على رقبتي لقيت مفيهاش حاجة، مع إنها كانت بتوجعني جدا، وكان فعلا كأن حد عصرها بقوة. لما نزلت تحت لقيت زين الدين ومعاه حازم، وكانوا باصين لي بصة كأنهم عارفين اللي حصل معايا. رحت قايل لحازم: أنا دلوقتي عرفت الوظيفة دي ليه راتبها عالي كده. فبصلي باستغراب وقال لي: ليه بتقول كده؟ فحكيت له على كل اللي حصل امبارح، وإن زين الدين كان موجود وكان بيحاول يخنقني. فضحك وقال لي: لا، ده الحالة كده عليت معاك قوي، ومع ذلك يا سيدي هقول لك الحقيقة. أيوة، المصنع ده مسكون، بس مسكون من الجن اللي من نوع المسالم، كبرهم يهزروا معاك، وعموما ليك الخيار إنك تكمل أو تمشي. بس عايز أقول لك خبر مهم: صاحب المكان رفع مرتبك ل15,000 جنيه. قلت في بالي: ياه، هي الفلوس بتخلي الناس تبيع حياتها بالطريقة دي؟ المبلغ كبير جدا، ولو قعدت أشتغل عمري كله مش هعرف ألاقي مكان يديني الرقم ده. فرحت قايل له: تمام يا أستاذ حازم، أنا موافق، بس بعد إذنك محتاج شوية تعديلات في المكان، يعني لو ينفع نزود الإضاءة يبقى كتر خيرك. فلقيته بيقول لي وهو بيضحك: للأسف يا حسام، كل ما بنغير ونزود الإضاءة ترجع تخرب تاني ومبتكملش يوم، وعموما أنت ممكن تجيب معاك كشاف صغير يساعدك تتحرك بيه لو الكهرباء فصلت وكده. خلصنا كلامنا ورجعت على البيت. مرضتش أحكي لأخويا عشان ما يخافش، ونزلت اشتريت كشاف صغير من النوع اللي بيقعد شغال وقت طويل. تاني يوم نزلت الساعة 6 مساء من البيت ورحت على المكان اللي على الطريق الفيوم عشان أركب توك توك زي المرة اللي فاتت. الساعة كانت 7:30 مساء. لقيت واحد عجوز واقف بتوك توك، فركبت معاه وتحركنا. وإحنا في الطريق سألته: هو المكان ده إيه حكايته؟ فرد عليا: شوف يا باشا، زمان كان في 2 إخوات عندهم أرض ملك، وفي يوم من الأيام حصل مشكلة بينهم، بس محدش يعرف هي إيه. ولكن بعد كام يوم الناس في المنطقة لقوا جثة بني آدم متقطعة حتت صغيرة في أكياس سودا. وبعد بحث الشرطة عرفوا إن الجثة دي هي جثة الأخ الصغير، لأن راسه كانت محطوطة في كيس لوحدها. وبعدها اختفى الأخ الكبير تماما. ومن ساعتها والمكان ده أي حد بيعدي منه أو يفكر يعمل فيه أي نشاط بتكون نهايته مش كويسة. قلت له: طب المكان اللي انت بتنزلني عنده ده ايه حكايته؟ فقال لي: ما انا جاي لك في الكلام يا باشا، ما تستعجلش.
المكان ده بتاع واحد ظهر بعد سنين من الحادث، ولقينا فجأة المبنى ده بيتبني بسرعة وبقى زي ما انت شايف كده. وبعد فترة عرفنا ان صاحب المكان ده هو الأخ الأكبر. وصل التوك توك لطريق المقابر وقال لي معلش يا بيه مش هقدر أكمل معاك أكتر من كده، اعذرني. فقلت له مفيش مشكلة شكرا جدا، ونزلت من التوك توك. كنت ماشي بالراحة جدا والمقابر على يميني وشمالي، فقعدت استغفر ربنا وادعي لكل الأموات. لكن لاحظت ان في حاجة بتتحرك بسرعة جدا بين الشواهد اللي على المقابر. الشاهد ده اللي هو عبارة عن حجر بيتحط فوق المقبرة كأنه علامة عشان توضح اسم صاحب المقبرة، وده دايما بيكون موجود في المقابر اللي هي غير محددة بسور. المهم الحاجة الغريبة اللي بتتحرك دي بدأ يظهر ملامحها، ولقيته طفل بعمر 10 سنين وحافي، بس بيجري بسرعة غير عادية. ولقيته بيقرب وماسك كيس اسود وجاي عليا، ولما قرب ما حسيتش انه طفل خالص، بس كمان حسيت انه خايف من حاجة. فحاولت اقرب عليه، لقيته بيجري مني وبيضحك ضحكة هستيرية مرعبة، بس ملامح وشه مش طفل خالص. طلعت اجري باقصى سرعة لحد ما وصلت المكان، وانا قاعد افتكر الطفل اللي ملامح وشه ما كانتش طفولية بالمرة. ولما وصلت لقيت حاجة غريبة جدا. فين زين الدين؟ المفروض ان هو يكون موجود عشان يسلمني الوردية. قعدت ادور عليه ولكن ما لقيتوش. فدخلت المبنى وطلعت الأوضة اللي فوق، لقيته قاعد وبياكل من علبة فيها عيش وفول، بس لقيته بيبصلي ومكشر بطريقة غريبة. فقلت له انت ما روحتش ليه؟ قعد يشاور لي بإيده، ففهمت منه ان هو مش عايز يتكلم. كان بيتكلم بالإشارة لأنه ما بيسمعش ولا يتكلم. وبعد شوية لقيته نزل من الأوضة وقعد تحت على كرسي شكله قديم، وقعد ياكل بطريقة غريبة وأصوات أغرب كمان. المهم طلعت الكشاف وحطيته جنبي وبدأت أقرأ الكتاب. بعد شوية وتقريبا كده الساعة 12 بالليل سمعت صوت زين الدين تحت عمال يتكلم بس بلغة مش مفهومة. فخرجت بره الأوضة، لقيته قاعد على سجادة صلاة، ولكن كان قاعد على حرف السجادة وعمال بيحرق ورق كتير، وكمان كنت شامم ريحة وحشة جدا. قعدت أراقبه وأشوف بيعمل إيه، ولكن لقيت الفيران اتجمعت كلها حواليه بشكل غريب جدا، وقعد يعمل أصوات غريبة بس مش باين هو بيقول كلام ولا بيقول إيه. وفجأة راح مزعق جامد جدا وصرخ صرخة مرعبة، وكان بيشاور على الأوضة بتاعتي. فلقيت الفيران كلها طالعة ناحيتي، كانوا بيجروا بسرعة رهيبة لدرجة إني حاولت إني أقفل الباب، ولكن لقيتهم بيدخلوا من تحت الباب ومن كل حتة بصورة مرعبة جدا. حاولت أضرب بالعمود الحديد اللي في الأوضة، ولكن عددهم كان كبير، وفي واحد منهم قدر يعضني عضة قوية جدا، وبدأ الباقيين يهجموا عليا. كل ده وزين الدين عمال يضحك ويصرخ بطريقة مرعبة. لقيت الفيران بتحاول تزقني ناحية الشباك، فجت في بالي فكرة شيطانية. رحت سحبت اللمبة اللي منورة المكان ومسكت العمود بقطعة جلد عشان يكون عازل للكهرباء، ورحت لامس طرف السلك في العمود لحد ما العمود بقى مكهرب، وبدأت أضرب في الفيران ضربات عنيفة. الكهرباء كانت قوية جدا لدرجة إن الفيران كانت بتموت بمجرد لمس العمود. بدأت الفيران الباقية تهرب من الأوضة لحد ما الأوضة فضيت تماما. بعد كده نزلت عشان أعرف زين الدين بيعمل كده ليه، وكانت المفاجأة ملقيتش حد موجود تماما في المكان. قعدت أدور عليه في كل مكان، ولكن ما كانش له أي أثر. وكمان لما طلعت الأوضة لقيت سلك الكهرباء زي ما هو. هنا أخدت القرار إن مش هينفع أكمل في المكان ده، لأن كده أنا آخري يا إما هموت نفسي يا هتجنن. فضلت قاعد مش عارف أنام لحد ما الساعة جت 5 وده ميعاد تسليم الوردية، ولكن محدش جه. فقررت إن أمشي لوحدي وما اقعدش ثانية في المكان ده. خدت الكشاف بتاعي وخدت حاجتي كلها واتحركت ناحية طريق المقابر. أول ما وصلت عند المقابر لقيت الدنيا غيمت والضلمة رجعت تاني للمكان، مع إن الساعة 5. سمعت أصوات ذئاب بتاعوي بطريقة مرعبة جدا، فقعدت أجري بكل قوتي. بس وأنا بجري حسيت في حد بيجري ورايا، لأني كنت سامع نفسه كويس جدا. لقيت الطفل بتاع المقابر بيجري ورايا وجسمه متشرح تماما وكله دم. سرعته كانت غير عادية لدرجة إنه في ثواني كان قريب مني، ولقيته مسكني من رقبتي وقعد يعصر فيها لحد ما نفسي راح تماما وبدأت أغيب عن الوعي. فتحت عيني
لقيت نفسي واقع على الطريق الرئيسي والناس بتحاول تفوق فيا. فسألتهم هو إيه اللي حصل؟ لقيتهم بيقولوا لي إنهم لاقوني واقع على الطريق هنا من بعد صلاة الفجر. شكرتهم جدا وأخدت مواصلات وروحت وأنا بحمد ربنا إنه نجاني. قعدت أفكر في الأحداث اللي حصلت وأحاول أحللها. قلت أكيد زين الدين ده كان بيحضر أرواح عشان تأذي أي حد يحاول يقرب من المكان، أو بمعنى أصح أي حد يحاول يقرب من لقمة عيشه، لأنه اتضح بعد كده إن ملوش بيت يعيش فيه. وكمان لما أنا خدت نص الوردية منه، الشركة طلبت منه إنه يمشي وما يباتش في المكان. بصراحة كنت أتمنى إن الصراع على لقمة العيش يكون صراع شريف، يعني الأفضل إنك تنجح في عملك وتتطور فيه، بدل ما تعطل زميلك وتحاول تقضي عليه بأي طريقة عشان بس فكرة إنه ممكن ياخد مكانك.